في هذا اليوم الطيب وهذه الساعة المباركة نرحب بوالي ولاية كسلة والوفد المرافق له في هذا المجلس العامر وسط هذه القبيلة بقيادة ناظر عموم قبائل الرشايدة الناظر أحمد حميد بركي. يوم عظيم ويوم متفاعل فيه القبيلة مع قوات الشعب المسلح، ليس المشاركة الأولى ويمكن المشاركة ال20، وقبيلة الرشايدة تقف مع قوات الشعب المسلح صادقة. وأول ناظر يعمل كرنفال ودعوة ووفدي في أول اندلاع الحرب هو ناظر قبيلة الرشايدة، في زمن لم يعرف الغالب والمغلوب. وهذا دليل واضح أن الناظر أحمد حميد بركي وقبيلة الرشايدة قلبا وقالب مع قوات الشعب المسلح. لا بديل للقوات المسلحة عند قبيلة الرشايدة، وما في أي سوداني يساند أو يناصر قبيلة تعادل القوات المسلحة إلا زول عنده علم الغيب، ونحن لا عندنا علم الغيب. نحن نؤمن بقوات الشعب المسلح ونجدد مواقفنا معها الثابتة الواضحة في أي زمان وفي أي مكان. هذه قبيلة تداعت من كل حدب وصوب لتجدد عهدها ووعدها للقوات المسلحة. نسأل الله أن يدحر عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهم قيادة هذا البلد الراية السديد، وندين بشدة كل من دعا للتخريب داخل السودان وخارج السودان، والأعمال اللي نراها عبر الإعلام المرئي والمسموع ندينها بشدة. هذه الأعمال البربرية لا دين لمن يفعلها، ونحن ندينها اليوم بشدة، ونسأل الله أن يكون النصر قريب، ونحن نتفاول إن النصر قريب.